بتروح على أمل إنها تشوف ابنها بخير، لكنها بتلاقيه مشنوق هو ومجموعة من الشباب، فبتنهار وفجأة المكان بيولع بالجثث اللي فيه. فيلمنا بيبدأ بكالوم اللي جاله مكالمة تليفون فساب شغله ونزل، وفي الطريق لقى حادثة فبيكلم الشرطة، ولما بتوصل المكان بيكون كالوم اختفى تماما. بيجي بطل فيلمنا جون لوسر وهو كبير المحققين في مكان الحادث علشان يحل لغز اختفاء كالوم. بعدها بنلاقي الشرطة قبضت على جون لأنهم اكتشفوا إنه بيحاول يطبق العدالة بنفسه. نرجع تاني لكورين مامة كالوم اللي بيجيلها مسج إنها تروح لمكان معين، فبتروح على المكان ده على أمل إنها تشوف ابنها بخير، وبتدخل المكان وبتلاقي ابنها مشنوق هو ومجموعة من الشباب، فبتنهار وفجأة المكان بيولع بالجثث اللي فيه. بعدها بنيجي لراين اللي مسكت التحقيق مكان لوسر. نرجع لجون اللي في السجن وبيجيله جواب من تحت الباب، فبيلاقيه زي تردد راديو، فبيدخل الرقم اللي في الجواب على الراديو وبيسمع صوت تعذيب كالوم، واللي بيعذبه مستمتع بتعذيبه، وبيقول لجون انه كان واقف جنبه في الباص وهو بص في عينه ومعرفش ان هو المجرم اللي بيخطف الشباب وانه قدر يضحك عليه. بترجع كورين عربيتها وجنبها اللي قتل ابنها، بس هي ما تعرفش لانه عامل انه بيساعدها وهو اللي جابها السجن عشان تطلع غضبها على جون يمكن ترتاح. ولما جون ما لقاش حد يساعده كلم واحد من بره السجن عشان يمسك المجرم اللي بيقتل الشباب. وبيقدر جون يهرب من السجن، وبيقدر الشخص اللي كلمه يهربه ويوديه مكان امان يبدأ منه يدور على المجرم. بنرجع للمجرم اللي واخد ورد ورايح يزور واحدة في المستشفى وهي خايفة جدا منه، لكننا بنكتشف انها مراته، وشها محروق وساكتة مش بتتكلم، فبيقول لها انه هيبدأ يكشف ميوله الحقيقية لانه بيتبسط بكده. في الوقت ده بتعرف راين ان لوثر هرب، فبتروح لمارتن اللي بيقرر يساعدها، وبيروح مارتن أوضة جون في السجن، وبيقدر يعرف انه رايح للمكان اللي ذاع صوت تعذيب كالوم لما لقى الجواب اللي كان مبعوت لجون. نرجع لجون اللي فعلا راح المكان اللي ذاع صوت التعذيب، وبيلاقي شخص يتكلم معاه. الشخص ده بيحاول يهرب لما يعرف مين هو جون، ولكن جون بيقدر يمسكه، وبيعرف ان المجرم ده شخص بيمسك زلل على الناس ويبتزهم علشان يعمل اللي هو عاوزه. وبيظهر في الفيلم ان المريض النفسي ده بيعمل موقع لكل المرضى النفسيين التانيين اللي بيستمتعوا بتعذيب الناس، وان الموقع ده المتفرجين هم اللي بيقدروا يحددوا الطريقة اللي هو هيقتل بيها الضحية بتاعته. بيكلم جون مارتن صاحبه وبيقول له ان معاه رقم للمجرم وعايز يعرف مكانه فين، وبيطلب منه يساعده. بعدها بتستعد القوات الحربية علشان تمسك المجرم وجون لوسر. بعدها علشان جون معاه رقم المجرم بيرن عليه وبيعرف هو مين من الموجودين في المكان. المجرم بيحاول يجري ويهرب من المكان اللي هو فيه، وعشان جون ما يقبضش عليه بيمسك واحد من اللي في الشارع ويهدده انه هيقتله لو قرب له. وفجأة بيلاقوا ناس بيرموا نفسهم من فوق المباني، وبيحاول المجرم يهرب بعدها، لكن جون بيجري وراه لحد ما بيلاقيه فبيعوروا المجرم وبعد كده يهرب. بيرن جون على كبيرة المحققين ويقول لها انه عارف ازاي المجرم بيختار ضحاياه، وانه من النت يقدر يهكر معلومات المستخدمين ويوصل لأعمق اسرارهم ويستخدمها ضدهم. وبعد كده المجرم بيخطف بنت راين. بتكلم كورين جون عن مجموعة الدعم اللي هي كانت فيها، وان الشخص ده كان لطيف معاها وهو اصلا ساعدها وخلاها تروح السجن لما جون كان هناك. وبكده بيتأكد شاكي جون إن ده نفس الشخص المختل نفسيا. نرجع لراين اللي بيجيلها مكالمة من بنتها، فبتتخض لأن بنتها عمالة تصرخ وتعيط، وبيبدأ المجرم يهدد راين إنها لازم تساعده وإلا هيقتل بنتها، فبيقول لها إنها لازم تتخلص من جون لو هي عايزة تشوف بنتها تاني. بتقول راين لجون ان بنتها مع المجرم وانها لازم تسلمه ليه، فبيوضح لها جون انها حتى لو عملت كده بنتها مش هترجع، وانهم لازم يفكروا في حل سليم. وبيسألها تعرفي معلومات عن الراجل ده، فبتقول له اسمه ديفيد روبي، وانه كان مشتبه فيه في قضية اعتداء جنسي بس ما ثبتتش عليه القضية، وان مراته قررت تسيبه وبعدها اتعرضت لحريق. وبيقرروا يروحوا لمرات ديفيد عشان يعرفوا منها معلومات عنه، بس بتفضل ساكتة. فراين بتقول لها ان بنتها معاه، فبتساعدها جورجيت انها تعرف معلومات عنه وعن ميوله وعن الحاجات اللي بيعملها وفين. في الوقت ده بنلاقي ان في ضابط تم ابتزازه من ديفيد وبيضطر انه يساعده علشان ما يتفضحش، وبعدها بيكلفوا ديفيد بمهمة معينة.
وبيوصل جون وراين لمكان كله تلج وبيلاقوا بيت فبيدخلوه، وراين بعدها بتسمع صوت بنتها وصريخها لحد ما بتلاقيها مشنوقة في الأوضة فبتنهار بعدها، لكنها بتكتشف إن البنت المشنوقة دي طلعت مش بنتها لما لقت وشم في إيديها وبنتها ما عندهاش الوشم ده. بتحاول تنادي على جون وتقوله إنها مش بنتها، بس بيضربها واحد من مساعدين ديفيد. اما بقى جون، ديفيد بيلاقيه وبيقعد يضرب فيه لحد ما يفقده وعيه. بنرجع مع مشهد جون وهو مربوط بالسلاسل في اوضه تعذيب، وبيبدا برنامج ذا ريد بانكر والكاميرات كلها على جون، وديفيد بيتكلم وبيسال المشاهدين عن الطرق اللي يحبوا يعذب بيها ضحاياه، وبيقول اننا هنبدا برنامجنا بجون لوثر. وبيجيب كمان راين وهي بتشوف بنتها متأيدة وبيخنقوها بكيس قدامها، وبيقول لها ديفيد إن السبيل لإنقاذ بنتها هي إنها تقول كلمة سحرية، فبتقول له أرجوك سيبها، فبيشيل الكيس من على وشها. وبعد كده بيقول لها لو عايزة تنقذي بنتك امسكي السكينة وطعني بيها جون، وفعلا بتطعن جون. بيفك بعدها ديفيد جون وبيربط مكانه رئيسة المحققين وبيقول له الدور عليك، أنا عايز منك تضربها. لكن جون بيقول إن أي حد بيتابع البرنامج هيتم تعقب عنوانه الإلكتروني والشرطة هتوصله في أقرب وقت، فالمشاهدين بيبدأوا يخافوا ويطلعوا من البث. وبيحاول ديفيد يطمن المتابعين بس بيرد عليه جون ويقوله إن جورجيت مراته لسه حية. بيظهر الخوف والقلق على وش ديفيد ويفتح الباب علشان يهرب، وأول ما يطلع ويقفل الباب بيطلع وراه جون ويتقفل الباب على الأم وبنتها، وبيبدأ يشتغل نظام يحرق المكان. وبتتخانق راين مع مساعد ديفيد اللي عايز يعذبهم بالنار حتى لو هيموت معاهم، لكنها بتقدر تتخلص منه. نرجع لديفيد اللي بيركب عربيته، وبعد كده بيلحقوا جون وبيحاول ياخد منه التليفون بتاعه. وفي وسط خناقتهم والعربية ماشية على الجليد بتكسر العربية الجليد وبتغطس في المية الباردة وهم فيها، وبيطلع ديفيد من العربية بس بسبب ان المكان كله تلج بيعافر ويكسر في الجليد. وقتها بياخد جون التليفون وبيفتح الابواب المقفولة وبتنزل فرقة الانقاذ والغواصين بينقذوه، وبتروح له اوديت عشان تشكره. وفي النهاية بيجي جون وهو في مكان مش عارف هو فين، وبيدخل عليه صاحبه بيقول له اعتقد انك مش هتروح السجن تاني، وبيقابل ناس جاياله وشكله هيتعرض عليه عمل جديد.